الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو اسمه إعادة بناء نفسك لفهد عامر الأحمدي. مقدمة الكتاب، الكاتب هنا بيتكلم من القلب، وبيقول إنك مش مضطر تكمل زي ما انت. كل يوم جديد هو فرصة إنك تعيد بناء نفسك وتبقى الشخص اللي دايما كنت بتتمنى تكونه. هو مش كتاب وعظ، هو كتاب وعي. الفصل الأول بيتكلم عن غير تفكيرك تتغير حياتك. فهد بيأكد إن أغلب اللي بيحصل لنا سببه أفكار جوانا، والطريقة اللي بتفكر بيها هي اللي بتحدد نظرتك لنفسك وللحياة. لو دماغك متعودة على التشاؤم هتفضل شايف الحياة سودة حتى لو اللي حواليك شايفينها وردي. الكاتب بيقول خليك واعي بأفكارك، ما تسيبهاش تسرح وتخدعك. وبيقول كمان اسأل نفسك، هل اللي بفكر فيه حقيقي ولا هو خوف قديم؟ لما تبدأ تسيطر على نفسك وعلى أفكارك هتبدأ تسيطر على مصيرك. الفصل التاني بيتكلم وبيقول ما تستناش الظروف، ابدأ بنفسك. متهيألي المقولة دي احنا محتاجين كلنا ان احنا نسمعها. ناس كتير بتفضل واقفة مستنية الدنيا تتعدل علشان تبدأ تتحرك، بس في الحقيقة الظروف عمرها ما هتكون مثالية ولا الدنيا هتصفى زي ما نفسك فيها. الكاتب بيقول ببساطة ابدأ من مكانك بإمكانياتك الحالية حتى لو كانت بسيطة. كل خطوة صغيرة بتفتح باب جديد، وكل باب جديد بيقربك من الطريق الصح. الفصل الثالث بيقول خليك مرن بس ما تتنزلش عن حلمك. في مشوارك وانت ماشي هتقابل صعوبات وتغيرات، هتضطر تغير خطتك، تتنزل عن حاجات معينة وتبدأ من الصفر مرات كتير. بس المهم انك تفضل شايف حلمك قدامك وما تخليش التنازلات تسرق حلمك الكبير. المرونة مش ضعف، دي قوة، بس لازم تفرق بين انك تتأقلم وانك تستسلم. الفصل الرابع بيتكلم عن العادات اليومية، أي العمود الفقري لنفسك الجديدة. التغيير مش بيحصل في يوم ولا بشحنة حماس وخلاص. التغيير الحقيقي بيجي من العادات اليومية البسيطة. ابدأ بعادة واحدة، تصحى بدري، تكتب يومياتك، تمشي شوية، تبطل مقارنة نفسك بالناس. كل عادة صغيرة كأنها طوبة بتحطها في بناء نفسك الجديدة، ومع الوقت هتكتشف انك بقيت شخص مختلف من غير ما تحس. الفصل الخامس بيتكلم عن الفشل مش نهاية، ده بداية جديدة. الفشل بيعلم أكتر من النجاح، كل سقوط فيه درس وعبرة، وكل خسارة فيها وعي جديد. المشكلة إن الناس بتخاف من الفشل كأنه نهاية، لكن هو في الحقيقة باب لبداية مختلفة. الكاتب بيقول اقع براحتك بس قوم أقوى، لأن كل مرة بتقع فيها بتتعلم ازاي تمشي بثبات أكبر. الفصل السادس بيتكلم عن ابعد عن الناس اللي بيستفزوك. في ناس مجرد وجودهم حواليك بيخلي في طاقة سلبية ومش كويسة. ناس دايما شايفين السواد فبيخليك تشوف السواد ده كمان، بيشتكوا، بيقللوا من طموحك وبيضحكوا على حلمك. لو عايز تبني نفسك لازم تحيط نفسك بناس إيجابيين، ناس تؤمن بيك حتى وانت لسه مش واثق في نفسك. ما تخليش علاقاتك تكون سبب في انهيارك. آخر حاجة عايزين نتكلم عنها في الخاتمة، ادي لنفسك فرصة وابدأ من النهاردة. رسالة الكتاب والملخص بتاعه، أي الرسالة الأخيرة، الكاتب ببساطة بسطها بشكل كويس بس في نفس الوقت هي قوية. ما تستناش، ما تترددش، ما تستأذنش من حد علشان تبدأ من جديد. انت تستاهل تعيش حياة ترضيك، حياة على مقاسك انت وبس.
مش على مقاس الناس. ابدأ النهاردة حتى لو خطوة صغيرة، المهم إنك تتحرك. ودي كانت نهاية الفيديو. بتمنى تعليقكم ولايك بتاعكم الجميل، وتحبوا المرة الجاية نتكلم عن كتاب ايه.